السلام عليكم. النهارده حلقه جديده وهي حلقه دور ال 16 من بطوله الاثاره والمفاجآت كاس العالم للانديه، اللي هنتكلم فيها عن كل المباريات اللي اتلعبت وكل المفاجآت اللي حصلت. فمن غير رغم مقدمات كتير يلا نخش في الحلقه. بس قبل ما نبدا لايك شير سبسكرايب اشترك في القناه عشان توصلنا جديدنا اول باول ان شاء الله. وتعالى لي عشان نخش في الحلقه بسرعه. وهنخش معانا على اول مباراه، هنمشي بالترتيب المباريات، وهي كانت الديربي البرازيلي ما بين بالميراس وفريق بوتافوجو. ديربي برازيلي على اراضي امريكيه. بالميراس الفريق القوي اللي احنا شفناه كان معانا في المجموعه مجموعه الاهلي، وفريق بوتافوجو اللي عمل مفاجاه وكسب باريس سان جيرمان. فكنا متوقعين الماتش يبقى قوي وفعلا ده اللي حصل. الماتش كان قوي جدا بين الفريقين، بس الفريقين كانوا محافظين جدا جدا لدرجه ان هم الشوط الاول والشوط الثاني خلصوا بالتعادل لحد ما قدر باولينيو لاعب بالميراس انه يخطف هدف في الدقيقه 110 وتنتهي المباراه بفوز بالميراس على بطل القبه، ويتاهل بالميراس كاول متاهل لدور الثمانيه. ونخش على ثاني مواجهه معانا وهي كانت مواجهه تشيلسي وفريق بنفيكا. المباراه اللي كانت ممله جدا جدا جدا. اول 60 دقيقه في المباراه من غير اي حاجه، الفريقين معاهم الكوره بيستحوذوا بيروحوا بهجمات من غير اي خطوره لحد ما جت لقطه الدقيقه 63 وقدر ريس جيمس بخباثه اللي هو يسجل الهدف الاول لفريق تشيلسي. ومن بعد الجون مفيش اي حاجه حصلت جديده، بنفيكا بيهاجم وتشيلسي بيدافع من غير اي خطوره حقيقيه لحد لقطه الدقيقه 85 لما يقرر الحكم الاول في المباراه على اخر 5 دقائق بسبب وجود سحابه. المباراه فضلت موقوفه لحد الساعه 2:30 بالليل، وترجع المباراه ويبدا بنفيكا ضاغط اكتر لحد ما ياخد ضربه جزاء في الدقيقه 94 ويخش دي ماريا ويسجلها ويلعبوا وقت اضافي كمان. بس اللي حصل ان في اول 3 دقايق من الوقت الاضافي يطرد لاعب من بنفيكا، ومن بعدها يبدا سيرك تشيلسي. في الدقيقه 109 قدر ان تشيلسي ده يضيف الثاني عن طريق كريستوفر نكونكو، وبعديها في الدقيقه 113 قدر نيتو اللي هو يسجل الهدف الثالث لتشيلسي قبل ما يختمها توزبري هول في الدقيقه 116 ويسجل الهدف الرابع، وتنتهي المباراه بفوز تشيلسي بنتيجه 4-1. ونخش على ثالث مباراه معانا، كانت مباراه باريس سان جيرمان قصاد انتر ميامي. ميسي بيلاعب الاكس بتاعه، فايه اللي هيحصل في المباراه اللي بدات في اول 3 دقائق فيز ما سماش على باريس سان جيرمان وقدر ان هو يسجل الهدف الاول لفريق باريس سان جيرمان. وفضل باريس هو اللي معاه الكوره وضاغط، وميامي ما جاش الماتش لحد الدقيقه 32. في الدقيقه 43 اوفر من دوي لاعب باريس سان جيرمان لاعب انتر ميامي قال له ستوب عندنا الطلعه دي، ويحط الكوره بكتفه ويبقى الهدف الثالث لباريس سان جيرمان. وفي الدقيقه الثالثه من وقت الضايع في الشوط الاول اشرف حكيمي يتكله عرضيه يحطها في العارضه تنزل له تاني يحطها في الجون، ويبقى الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الشوط الاول. وانتر ميامي جاي بيتفرج بس. والشوط الثاني باريس سان جيرمان نزل يستعرض بس مهاراته في الملعب وقوته، بيروح على ميامي بيضيع كتير. وكانت اخطر كره لميامي في المباراه كان فاول ميسي في اخر دقيقتين في المباراه بس حطها في الحيطه، وتنتهي المباراه بفوز كبير لباريس سان جيرمان 4-0 على انتر ميامي. شفت كل اللي اتكلمنا عليه ده حاجه، ومن اول هنا بقى اللي جاي متعه ثانيه خالص، والمتعه تبدا من عالم المباراه بايرن ميونخ وفلامينجو البرازيلي. المباراه اللي بدات ضغط من بايرن ميونخ كالعاده يعني، ويقدر ياخد ضربه ركنيه يرفعها كيميتش ويطلع مدافع فلامينجو ويسجل الهدف الاول في مرماه، يبقى الهدف الاول لصالح بايرن ميونخ في اول 3 دقائق في المباراه. يسكت فلامينجو لا، في الدقيقه 15 اوفر من على الناحيه اليمين تروح للاعب فلامينجو في منطقه الجزاء اللي بيحط واحده صاروخ بس يطلع نار من تحت الارض ويعمل واحد من احلى انقاذات البطوله ويخلي بايرن ميونخ في المباراه لحد ما تيجي الدقيقه 33 واوفر من على الناحيه الشمال ياخدها على لعيبها سانتوس مهاجم فريق فلامينجو، واحده لا تصد ولا ترد، ما قدرش يعمل معاها مانو نير اي حاجه، ويبقى هدف التعادل لصالح فريق فلامينجو. يسكت بايرن ميونخ جوريتسكا يستلم واحده من بره منطقه الجزاء ويقول له انت مش احسن مني في حاجه يا سانتوس، ويودي صاروخ على شمال حارس المرمى واقف يتفرج عليها، ويبقى الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ. ويخلص الشوط الاول بنتيجه 2-1 لبايرن ميونخ، ويبدا الشوط الثاني وفي الدقيقه 51 يقدر فلامينجو ياخد ضربه جزاء يخش جورجينيو بكل هدوء يسجل التعادل لمصلحه فلامينجو ويولع المباراه اكتر واكتر لحد ما تيجي لقطه الدقيقه 72 لاعب فلامينجو واخد الكره عايز يعدي من كل لعيبه بايرن ميونخ ياخدها منه نايمر تروح لهاري كين بفينش مهاجم عالمي يسجل الهدف الرابع ويقتل المباراه رسميا، وما يحصلش اي جديد في المباراه وتنتهي بفوز بايرن ميونخ 4-2 على فلامينجو البرازيلي في واحده من امتع الماتشات اللي انا شفتها. ونخش على خامس ماتش معانا وهو كان ماتش انتر ميلان وفيرمونيزي. لو شفت الحلقه اللي فاتت انا قلت ده مش هيبقى ماتش سهل خالص على فريق انتر ميلان، وده اللي حصل. فيرمونيزي اللي نزلوا في اول دقيقتين قدر انه يسجل الهدف الاول عن طريق كانو المهاجم بتاع الفريق بعد اوفر من على الناحيه اليمين، مفيش اي تغطيه من دفاع انتر ميلان تروح له الكوره واقف لوحده ويحطها بدماغه، يبقى الهدف الاول لفريق فيرمونيزي في اول دقيقتين في المباراه. في الدقيقه 21 تسديده من ارياس لاعب فيرمونيزي يصدها
يردها سومر تنزل للاعب في المنزل اللي واقف لوحده خالص من منطقه الجزاء، بس يحطها بغرابه جنب عرضه سومر ويخلي المباراه لسه 1-0. وفي الدقيقه 61 في المنزل في المباراه قبل ما تيجي الدقيقه 81 ويبقى اول تهديد لفريق انتر ميلان في المباراه. شانالوجلو معاه الكوره من على الطرف اليمين يرفعها يحطها لوتارو، بس تالق عالمي من حارس مرمى فريق فيلمونيزي سانتوس ويشيل الكوره. وبعديها بدقيقه في الدقيقه 82 لوتارو مارتينيز بيستلم واحده من بره منطقه الجزاء ويحطها جميله، بس تيجي في العارضه الشمال لسانتوس وتضيع فرصه التعادل لفريق انتر ميلان. وفي اخر المباراه في الدقيقه 92 هجمه مرتده لفريق فيلمونيزي يقدر هيركليز يحط كوره على شمال سومر وينهي المباراه رسميا لفريق فيلمونيزي، ويخرج انتر ميلان من البطوله كاول مفاجاه في بطوله كاس العالم للانديه. ونخش بقى على المباراه اللي قبل الاخيره معانا وكانت اكبر مفاجاه في البطوله، وهي مباراه الهلال السعودي وفريق مانشستر سيتي. المباراه اللي كانت بادئه قويه جدا لصالح فريق مانشستر سيتي. مانشستر سيتي نازل ضاغط عايز يجيب جون بدري، ولا يقدر يعملها في الدقيقه الخامسه بعد اوفر من دوكو، يطلع روبن دياز يحطها بدماغه بس يقدر ياسين بونو اللي هو يمسكها. وبكره مشابهه في الدقيقه التاسعه لخبطه جوه منطقه جزاء نادي الهلال تنزل الكوره لبرناردو سيلفا اللي واقف لوحده ويسجل الهدف الاول لفريق مانشستر سيتي. وتيجي الدقيقه 24 وسافيو ياخد كوره جوه، وكان عباره عن فريق مانشستر سيتي بيلاعب بونو، وينتهي الشوط الاول بتقدم السيتي 1-0. بس اللي حصل في الشوط الثاني غير، لخبط وعماله تروح وتيجي لحد ما تروح ومع بدايه الشوط الثاني نزل الهلال ضاغط، وفي اول دقيقه في الشوط الثاني كوره تتلخبط جوه منطقه جزاء مانشستر سيتي تروح ليوناردو اللي واقف لوحده ويسجل هدف التعادل لفريق الهلال. وفي الدقيقه 51 ركنيه مانشستر سيتي تتلعب يطلعها دفاع الهلال، تروح الكوره لكالسينو اللي بوش رجله كده يودي مالكم انفراد من نص الملعب، ومالكم يروح ويسجل الهدف الثاني لفريق الهلال، وتولع المباراه اكتر ما هي كانت مولعه اصلا، ما حصلش اي جديد، وينتهي المباراه بنتيجه 2-2 ونخش على الوقت الاضافي. وفي الدقيقه الخامسه من الشوط الاول الاضافي ركنيه لفريق الهلال يرفعها روبن نيفيز تروح الكره على دماغ كولوبالي اللي بيسجل الهدف الثالث لفريق الهلال ويرفع الاثاره اكتر واكتر في المباراه. يسكت السيتي بقى؟ لا، ريان شرقي اللي بيعمل عرضيه عكسيه ورا كل دفاع الهلال تنزل لفيل فودن اللي بيحط فيها بطن رجله الشمال ويسجل التعادل لفريق مانشستر سيتي ويخلي المباراه لسه في الملعب. لحد الدقيقه 114 كرة عرضية من كانسيلو تروح على دماغ سافيج اللي بيحطها، بس يقدر اندرسون يصدها للمباراة رسميا لصالح الفريق الهلال كواحدة من أكبر مفاجآت البطولة هي فوز نادي الهلال على فريق مانشستر سيتي. هتقولي الهلال ده كسب الماتش ازاي؟ هقول لك بحاجة واحدة بس، هو ياسين بونو. حرفيا ياسين بونو في الماتش ده علمك وعرفك ازاي ان الحارس هو نص الفريق. ياسين بونو واحد من احسن حراس العالم مش افريقيا بس، ياسين بونو يستاهل ان هو يوصل مع الهلال لابعد من كده. لكل التقدير والاحترام ومبروك لكل جماهير النادي الهلال على الصعود التاريخي من فريق مانشستر سيتي لدور الثمانيه. عندكم ماتش مش سهل ومش صعب قدام فيلمونيزي في دور الثمانيه، ان شاء الله تقدروا انكم تعدوه. ونخش على اخر ماتش معانا وكان ماتش يوفنتوس وريال مدريد. الماتش اللي بدأ قوي جدا وقدر يوفنتوس في الدقيقه 7 يروح بهجمه مرتده، راح بقى كل مان انفراد على تيبو كورتوا بس يحطها تشيب من فوق كورتوا تطلع فوق العارضه وتنزل على الشبكه من فوق. بعديها في الدقيقه الثامنه يرد عليه فالفيردي بتصويبه قويه جدا تعدي جنب القائم اليميني دي جريجوريو. وبعديها في الدقيقه التاسعه يلدز يحط ارتوع عالمي بس يا دوبك جنب ال90 الشمال لكورتوا بحاجات بسيطه. الدقيقه 29 هجمه حلوه لريال مدريد تروح الكرة عند فالفيردي اللي بيعمل بالعرض البلينجهام اللي بيحطها في الجون بس تألق من دي جريجوريو ويمنع فرصة الأول لريال مدريد. في الدقيقة 45 يقرر فالفيردي اللي يبعت صاروخ من بعد نص الملعب، لكن برضه دي جريجوريو كان واقف حائط صد قدام كل تسديدات فالفيردي في الشوط الأول. لحد ما تيجي الدقيقة 54 عرضية جميلة من أرنولد وارتقاء ولا أحلى بتوجيه بالراس من لاعب ريال مدريد جونزالو جارسيا ويسجل الهدف الأول لريال مدريد في المباراة وتشتعل المباراه ويبقى الهدف الثالث للمهاجم الشاب جونزالو جارسيا. الدقيقه 60 دبل كيك عالمي من فالفيردي لكن برضه دي جريجوريو تألق. شوف انا كام مره قلت لك في الفيديو فالفيردي ودي جريجوريو تقريبا هو خد احسن لاعب في الماتش، ودي جريجوريو لو كان يوفنتوس كسب الماتش ده كان يبقى بسببه هو بس، كان عامل ماتش عالمي قدام ريال مدريد وبالاخص فالفيردي. ومن بعد جون ريال مدريد ومن الدقيقه 60 ما حصلش اي حاجه في المباراه وتنتهي بفوز ريال مدريد ويتأهل لدور الثمانيه. وكان احلى حاجه حصلت في الماتش دي هي مشاركه امبابي لاول مره. وكان عندنا ماتش كده في النص محدش كان مهتم بيه، هو كان بروسيا دورتموند ومونتيري. الماتش خلص 2-1 لبروسيا دورتموند، سجلهم سيرجيو جيراسي.
وبكده يبقى احنا خلصنا كل ماتشات دور ال 16، وعندنا دور 8 ناري. عندنا المواجهه الاولى ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لاعاده لنهائي 2020، وعندنا الناحيه الثانيه ماتش قوي جدا ما بين بروسيا دورتموند وريال مدريد كاعاده لنهائي دوري ابطال اوروبا 2024. اما على الجنب الثاني فعندنا تشيلسي هيلاعب بالميراس، وعندنا في المونيزي هيلاعب الهلال. فمواجهات من النار مستنينا في دور الثمانيه، فهنشوف اللي هيحصل فيها. وفي حاجه اخر عايز اتكلم فيها، وهي المقارنه ما بين فارس عوض ومدحت شلبي. الاثنين كل واحد فيهم له ستايله، بس انت لو داخل ماتش تتفرج عليه كترفيه ومش همك مين اللي يكسب مين اللي يخسر، فانت تتفرج بكل تاكيد على مدحت شلبي اللي هيقلب لك الماتش كوميديا. اما لو انت عايز تتفرج على ماتش بقى وتتشد ليه وبتشجع فريقك، ففارس عوض هيدخلك جوه اجواء الماتش ويحسسك انك قاعد بتلعب معاهم. فارس عوض واحد من احسن المذيعين اللي موجودين في الساحه، واتمنى لو يروح بي ان سبورت عشان ده هيضيف كتير لبي ان سبورت والماتشات القمه اللي تتلعب هناك. ودي كانت نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب في القناه عشان يوصلك جديد اول باول، والسلام عليكم.